بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. طبعا هاي جبت لكم بعض نوعيات الغاز الفريون للسيارات. عندك هذا الهاني والله اللي حكيت عليه الامريكي، هذا نوعية ممتازة. هذا قبل تقريبا سنتين انا مخليه، هاي عندي العلبة باقية بس بعدها صار مغشوش، يعني بالذات احنا عندنا، انا احكي على العراق وبعض المناطق يعني يجي مغشوش. هذا عندك نوعية انجليزي، شوفوا نفس الحجم، ايضا 134 اي، والحجم مالته 340 جرام، يعني 300 جرام في ال40 هذه، و134 اي انجليزي هارب. وعندك هذا نوعية ايضا، هذه 1000 كيلو جرام، هذا الغاز مالته، هذا سعره 12000 دينار. زين يعني خوش غاز. قلت لكم خليته بالافيو، سيارتين اوبترا، سيارتي كان عندي افالون قديم، يعني موديل قديم 2000، ممتاز، تبريده ممتاز. صح هو يضر على السيارة بالمستقبل لأن غاز مو أداءه مو جيد، لكن تخلي وياه دهن. هذا أويل خاص مال 134 سيارات الصالون. طبعا هذه سعرها 2000 دينار، وأكو حجم أكبر سعرها 4000 دينار، تجي أعلى لهنا هيك، ممتازة. تقدر تخلي 2 سي سي، يعني تجيب إبرة هاي العادية، السرنجة العفو، وتسحب 2 سي سي 3 سي سي ويا كل تبديلة، فتخلي دهن على مود يلين لك داخل السيارة. هذا الغاز زين. واكو نوعية مثل هذا البطل لكن يجي لونه رصاصي او سيلفري هيك، فيسموه فرنسي، ذاك سعره 30000 دينار. هذا الكاك مالته منه. طبعا هذا حتى لو توخر الكاك ما عليه، يعني عاد هسه هذا بي غاز بي نص كيلو تقريبا، لكن هذه الكاك مالته هذا يثقب ابره يعني بداخله، هاي يثقبها، فما يصير يعني اذا بقى بي غاز لازم تبقى الكاك على راسه. هاي نوعية الغاز. هذا طبعا الكاك اللي يجي هنا قلنا عليه، تشده وتوصل. بالإضافة للغاز ونوعيات الغاز تحتاج، باعتبارك أنت مبتدئ، يعني أنت من تريد تروح تشتري علبة واشرات مثل هذه، لا تشتري يعني مثل تحتاج واشرين، خلينا نقول لا تشتري واشرين. صح هاي 7.5 تعتبرها غالية والواشرة بربع، لكن أنا أفضل تشتري هذه العلبة. ليش؟ لأن مرات أنت تروح برأيك أنه هو هذا الواشر، برأيك، لكن هو ممكن يطلع هذا الواشر. صح أكو فرق أو لا، مو هذا وين المتقارب إلى أكو واشرين قريب، أي هذا وهذا، لا هذا أكو فرق. هذا مخلص عندي، هذا وهذا شوفوا يعني تقريبا متقارب تقريبا، فأنت متخلي بالسيارة ما راح يجي عندك هذا وهذا أيضا متقارب، بس أكو فرق فما راح يجي عندك. يعني اشتري هذه نوعية الواشرات، هاي السايزات مالتها، فانت اشتري هذه نوعية الواشرات ممتازة. اكثر راح تستخدم هاي النوعية. وهذا شوف هذا مخلص، وهذا للحار، يعني هذا بارد وهذا بارد باختلاف السيارات، وهذا الحار. هاي البقية ما تحتاجها هواي، يعني هذا قليل تستخدمها، هاي البقية كلها ما تستخدمها، هذا قليل يمكن تاخذ واحد او اثنين او ما تستخدمها نهائيا. فهذه نوعية الواشرات اللي تحتاجها، يعني كلها على بعضها مثل ما يقولون ما بين الجيتشات ب50,000 احسبها، وهذه ب7000 دينار، بجوز هسه اقل، يعني انا صار عندي سنتين تحتاج لك بطل قيمته 12000 دينار، وهذه الكاكات 5000 ما ادري شنو، يعني كل جمع بطرح ما تخسر لك 100000 دينار. 100000 دينار راح تبقى هذه عندك طول العمر، تقدر تستخدمها هواي. تستخدمها للسبالت بالبيت، وراح اشرح شلون تستخدم السبالت بالبيت، شلون تعرف السبلت محتاج غاز او لا. لكن هسه خلينا على السيارات. انت سيارتك عندك، وسيارتك جاي تهرب غاز بين فتره وفتره، وتروح لجماعه التبريد ويبدلوا لك واشرات ويبدلون ما اعرف ايش، ويوميا شغله، ويوميا البطل، ويوميا الراديتر الامامي، ويوميا يقول لك حماوه عندك ترتفع، وبدل مراوح، وهاللغوه هاي ليش؟ وجاي تخسر فلوس. اقل شيء انت بس يدير له غاز ب60، هو يحط لك من هذا البطل، يحط لك اياه ب60، 60000 صارت وياي ب60000 وقيمته 12000 دينار. هو يشتري جمله، هذا يعني انا جاي اشتري مفرد ومن وكيل، ما بالك اذا ياخذ جمله فد 20 30 بطل، بيش يطلع لي حتى ب 8000 7000 دينار واقل. الواشرات هذه يعني مره واحد يقول لي هذا الواشر الواحد، يقول لي هذا الواشر الواحد هذا اصلي، يقول لي ب$2، هذا ب$2، هي كلها ب7000 دينار، هي كلها ب$4، $2 المهم ما لنا دعوه. فانا افضل، يعني انا صار لي 4 سنوات عندي سياره افلون موديل قديم، صراحه جيتاتي عندي وغازي عندي، كل 20 يوم انا اضيف غاز. ليش؟ عندي ليك بالفريز. الفريز العيب مو عيب هو، بس هي كل شركه ولها فلسفتها.
بالفريز مخلين اكو مفاصل، يعني اكو وصلات اثنين داخل الفريز، فهذه الوصلات بها واشرات. هاي الواشرات حار وبارد يعني، فتعرفون خلال فترة لازم تتعب هذه الواشرات، فتطق هذه الواشرات يصير بها ليك، فلازم تفتح دشبول. السيارة تعبانة وتش تفتح دشبولها. المهم رحت لأكثر من واحد ما وصلت إلى نتيجة، فكل 20 كل 25 يوم أنا يطلع عند الغاز، فأنا البطل هذا يمي كل ما أحتاج أسحب بطل أترس نص تبرد عند السيارة، أمشي بيها 20 يوم ما شاء الله تبريد حلو. يقل صحيح مو أول يوم مثل يوم ال 15، أنا أقول لكم صحيح، لكن بعض السيارات أكو بيليق بسيط، بعض السيارات يطق عندك واشر. يعني أكو سيارات بالذات الخطوط الخارجية الأمبالا اللي عندنا اللي يشتغلون بالعراق، يعني صلح التبريد ورا فترة ضرب عنده واشر، رجع له بالتبريد، سوى الهيام مثلا بأقل قيمة، يعني بالبداية يمكن ماخذ عليه 150,000، هسه راح يسوي الهيام ب60 و70,000 ورا فترة أيضا. نفس الحالة على شنو خو؟ أنا أتعلم وأبدل واشر وأنا أدير غاز. فهاي حبيت أشارك وياكم المعلومات البسيطة، يا رب تستفادون منها. لا تنسونا بالاشتراك واللايكات، وممنون منكم، مع السلامة.